السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده نعمل كده مع بعض صنف كنافه جديد وشكله شيك وحلو. تغيير كده عن الكنافه التقليديه اللي احنا بنعملها كل مره. الناس اللي بتحب الكنافه اللي هي الناشفه اللي بدون اي اضافات، هنجدد بس في شكلها النهارده وهنقدمها بشكل كده شبه قطع الجاتوه. شكلها تحفه جدا، شيك جدا في التقديم، حلو قوي في العزومات. صاج واحد بس هيملالك السفره بتاعتك باشكال حلوه جدا، وكل قطعه منها بطعم مختلف وشكل مختلف. شكلها حلو قوي، ضيوف بجد هينبهروا بطريقتك اللي انت عملتيها بيها. طعم الكنافة خطير خطير خطير. بصوا من هنا للسنة الجاية اللي ما جربش الوصفة دي بجد فايته كتير. تعالوا شوفوا انا عملتها ازاي بثلاث اطعمة مختلفة وبالشكل الحلو الجميل ده. اقول لكم تريكاتها وحركاتها وازاي طلعتها بالشكل الحلو ده بدون اي تكلفة. سهلة جدا، بسيطة خفيفة سريعة. بصوا من جمالها انا مش عارفة اقول عنها ايه. تعالوا نسمي الله ونبدأ ونشوف انا عملتها ازاي. اول حاجه كده جبت معايا ده تقريبا 3 ارباع كيلو من الكنافه المتفرزه، ومسكتها كده فركتها بايدي. اتاكدوا ان انتوا فركتوها كويس جدا، ولو فيها اي حاجه مكتله او العجينه فيها اي قطع كده ما فركتش معاكم كويس، اتاكدوا ان انتوا شلتوها. عندي هنا 5 معالق كبار من السكر المطحون، وكمان انا نخلاع بحيث ان انا اضمن ان مفيش فيه تكتلات. ما تخافوش من إضافة السكر. في ناس بيقولك ما تحط السكر مطحون على الكنافة لأنه بيحجر الكنافة في الفرن وبيخليها معضمة. لا بالعكس خالص. بصوا انت هتتابعوا معايا الفيديو للاخر وهتشوفوا الكنافه بتاعتنا قد ايه مقرمشه، وكمان دايبه جدا. يعني مجرد ما بتدخل البق بتقرمش ودايبه، مش معضمه ولا حاجه. ابدا دلوقتي احط السكر البودره على الكنافه بتاعتي واقلبه كويس جدا واتاكد ان هي تدخلت تماما كويس مع بعضها. في صاج هنا، الصاج ده مقاسه 30 في 40. لو انت هتعملي صينيه اصغر من كده هتقللي كميه الكنافه شويه. يعني ممكن تحتاجي نص كيلو كنافه ولا حاجه لو انت هتحتاجي او هتعملي صينيه اصغر من كده. ولكن الصاج ده حلو جدا، هيكفي معاكي عزومة. هيطلع معاكي 24 قطعة من الكنافة السوريه. أنا مسميها كنافة سوريه، شبه الجاتول سوريه كده. شكلها حلو جدا، وكمان طعمها وتقديمها كلها خطيرة خطيرة خطيرة. جربوا معايا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. بدهن الصاج بتاعي بكمية كويسة من السمنة، واتأكد ان انا دهنته كويس الجناب والأرضية يعني بصوا، الكنافة يعني سمنة. محدش بقى يقول لي دايت ولا كتير ولا مش كتير. كنافة بالذات يعني سمنة، يعني عبارة عن عجينة يا جماعة. فمش هيستوي معايا غير لما ياخد حقه في السمنة كويس. وما تخافوش، يعني هي لو خدت حاجة اكتر من حقها بتطردها بعد التسوية. فما تقلقوش خالص ان انتوا ممكن تضيفوا كمية سمنة زيادة او حاجة. ببدأ والكنافة ناشفة معايا، ان انا بفرفتها كده وبوزعها وهي ناشفة بحيث ان انا اقدر اتحكم فيها، ان انا اعرف الصاج بتاعي مفروض كويس ولا لا. بعد ما بوزع الكنافة تقريبا كده بايدي، ببدأ بقى اكبسها بطريقتين. يا اما بتجيبي كيس تلاجة وتفتحيه زي ما انا عملت بالشكل ده كده، وتبدأي بصينية اصغر وتضغطي عليه، يا اما بايدك على كيس التلاجة لحد لما تتكبس معاكي بالشكل التمام ده. انا بعمل الطريقتين على فكرة عشان اكبس الجناب وتطلع معايا مظبوطة. كوباية كبيرة من السمنة البلدي، يا ريت تكون سمنة بلدي. ريحتها وطعمها في الحلويات يا جماعة ملوش حل وملوش بديل بصراحة. يعني يا اما تحطي خليط بلدي على هولندي زي ما انا عاملة كده، تحطي خليط بلدي على زيت. او لو مفيش، يا ريت يا ريت يكون في الاكل سمنه بلدي، او في الحلويات بالذات الشرقيه خطيره بالسمنه البلدي. هنا كوبايه كبيره 250 جرام من السمنه. يعني بصوا 250 جرام، ربع كيلو يعني. ده اقل واجب. الصينيه هتاخد لها ربع كيلو من السمنه متسيحه، دافيه مش سخنه، يعني مش بتقدح، دافيه بس يا دوب متسيحه. سقيت الصينيه بتاعتي وتاكدت ان تقريبا كلها شربت كويس، وخاصه الاطراف عشان تستوي معايا. ودخلتها فرن 180 درجة، هتقعد معايا نص ساعة. وفي آخر 5 دقايق بس هفتح عليها الشواية. في صينية تانية جبت هنا أي شوية هرس جلاش فايضين عندك من أي وصفة كنت بتعمليها، يعني ورقتين جلاش 3. أي هرس جلاش باقي عندك في الفريزر طلعيه. وانا حتى كنت نسيت اطلعه قبل التصوير فطلعته فورا، كان لسه متجمد. بدأت كسرته بالشكل ده. لو ما عندكش هرس جلاش هتجيبي ورقتين 3 جلاش كده من اي ورقة جلاش عندك، وهتبدأي تقطعيهم بأي شكل عادي خالص. نحط عليهم معلقتين من السمنة، وبعدين بدخلهم الفرن.
في المرحلة دي شايفين ده السيرب اللي إحنا بنعمله في أول رمضان، عملته معاكم قبل كده على القناة، والناس اللي متابعاني عارفين كويس إن أنا باجهّز السيرب قبل رمضان وباحطه في التلاجة بيقعد معايا طول الشهر، باستخدمه في كل الوصفات اللي أنا باعملها. السيرب وسط، كل الحلويات الشرقية تقريبًا بتحتاج نفس يعني السمك ده في الشربات بتاعها، بيريحني. هنا الصينية بتاعتي خرجت من الفرن، شايفين لونها دهبي وتحفة ومستوية. عرفت إزاي؟ فصلت من ال4 جوانب بتوعها فاصلين، البلوك بتاع الكنافة بتاعي طالع لونه دهبي وفاصل من ال4 جوانب، شكله تحفة وريحته طبعًا قلب البيت. لو أنتِ ما شُفتيش الفيديو بتاع السيرب بتاع الشربات أو شربات الحلويات بتاعي قبل كده، أنا هاسيب لِك، أو لو هتعمليه لسه، الصينية دي هتاخد كوباية واحدة من السكر ومعاها كوباية من المَيّة. أول ما يغلوا باسيبهم 10 دقايق على النار مع عصرة ليمون ومعلقة من عسل الجلوكوز، وبعد كده لمّا بيبردوا تمامًا أنا باستخدمهم. بس نصيحة، اعملوا يا جماعة وصفة السيرب وسيبوه في التلاجة، هيفيدكم جدًا وهيريحكم جدًا طول الشهر، بدون ما كل يوم تضطري تعملي سيرب جديد لوصفة أنتِ بتجهزيها، بيسهل عليكِ وبيخليكِ ما تكسليش. هنا كده بعد ما الصينية بتاعتي اتشربت الشربات بتاعها وبردت تمامًا، بدأت أقطعها بالحجم اللي أنتِ عاوزاه، هتقطعيها كده مربعات صغيرة، هتقطعيها قطع كبيرة كده شبه قطعة الجاتوه، حسب الحجم اللي أنتِ حابة. حابة تصغري عن كده ما فيش مشكلة. شايفين الصينية من فوق ومن تحت متحمرة، طبعًا بسبب السكر اللي إحنا حاطينه والسمنة المضبوطة اللي إحنا حاطينها، اتحمرت زي الفل. وعندي كمان الجلاش المهروس بتاعي اتحمر وبقى زي الفل. باحط عليه شوية كده من المكسرات، ده بندق كده مجروش، حطي سوداني، حطي أي حاجة عندِك، ما تحطيش خالص، بس هي بتدّي طعم حلو. هنحط المكسرات بتاعتنا على الجلاش ونشوف كده ونسيبه على جنب. عندي هنا بقى إيه، صوص شوكولاتة عملته معاكم قبل كده على القناة، كل الحاجات دي إحنا عاملينها مع بعض على القناة، وكل الصوصات دي إن شاء الله هتلاقوها موجودة. صوص شوكولاتة كده حطيت عليه معلقتين أو يعني أقل من ربع كوباية مَيّة مغلية، فكيته بيها بس على الهادي كده وحطيته في كورنيه أو في كيس وحلواني، وبدأت أعمل منه أشكال كده رايح جاي على تِلت صينية الكنافة. هاقسمها ل3 أكلات، التِلت التاني هابدأ أحط عليه سيرب الفراولة، عايزينه مع بعض قبل كده على القناة وعاملينه وباجهزه كده وباحطه في أي إزازة كده بزازة كده تكون في التلاجة، وباستخدمه برضه في الحلويات بيبقى حلو معايا جدًا. الجزء التالت ده بقى ده صوص البيستاشيو، لأ ده بييجي جاهز. باجيب علبة كده من صوص البيستاشيو، باخد معلقتين كبار وباحط عليهم برضه معلقتين مَيّة مغلية وبافُكُّه، بيبقى معايا ناعم وبينزل معايا بسهولة بالشكل ده كده. طبعًا طالع موضة والعيال عايزين بيستاشيو يا ماما وكنافة بالبيستاشيو، فطبعًا لازم كلنا ندوق البيستاشيو في رمضان. فبقى عندي 3 أطعمة حلوة جدًا بقى عندي 3 أطعمة في الصينية، كنافة بالشوكولاتة، كنافة بالفراولة، وكنافة بالبيستاشيو. ال3 أحلى من بعض، بس أنا بالنسبة لي الترتيب الأول شوكولاتة، بيستاشيو، فراولة. كانوا حلوين جدًا. هنبدأ نكسر بس اللون نعملها كده فعلًا شبه بقى قطع الجاتوه بشوية كده من الكريمة. طبعًا من أول خطوة إن الكنافة تطلع من الفرن وأخدت السيرب بتاعتها هي كده جاهزة للأكل. كل اللي إحنا بنعمله ده حاجة كده للعين، يعني إيه، نغريها كده للولاد عشان حاجة كده تشجعهم على الأكل، برغم إن هُم كانوا واقفين وأنا باجهّز الصينية، الحمد لله إن هُم كانوا صايمين عشان ألحق أصورها يعني. شكلها طالع في الآخر بجد تحفة فنية، الصورة ظالماها خالص، الفيديو ظالمها جدًا، شكلها حلو أوي، أوي، أوي. بنطلّع القطع كده على ورق الكب كيك، شكلها شيك جدًا، 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 وطعمها أحلى بمراحل. الكنافة متحمّرة مقرمشة مش معضّمة، الصوصات اللي عليها عاطية لها طعم حلو جدًا. طبعًا مش عايزة تستخدمي الصوصات دي، ممكن تحطّي بس عليها كريمة وشوية مكسرات كده وخلاص. ممكن تاكليها سادة خالص مجرد ما تطلع من الفرن، حطي السيرب بتاعك وكليها كده جاهزة على طول. أي حاجة متوفرة عندك في البيت اعمليها، شكلها حلو أوي، أوي، فكرة جديدة وشيك في التقديم. أنا حابة أوريكم هنا قد إيه هي دايبة مش معضمة ولا محجرة، عشان الناس اللي بتقول إن السكر البودرة بيعضم الكنافة. طالعة معايا زي الفل، بسم الله ما شاء الله، دايبة، طعمها حلو جدًا. أتمنى تجربوا الوصفة، بجد هتعجبكم أوي، شكلها حلو أوي، وإن شاء الله تشرفكم قدام ضيوفكم. وأتمنى لكم بإذن الله دوما صوما مقبولا وإفطارا شهيا. سلام، أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.